هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا. النهارده هوريكم اخر المشتريات اشتريتها من شي ان. لسه وصلاني امبارح. كان نفسي افتحها معاكم والله، بس ما قدرتش اصور خالص. فطبعا ما قدرتش ان انا اقعد من غير ما افتحها، ففتحتها. يلا نشوف مع بعض جبت ايه. بصوا، ثانية ماشي اخد بقى نسكافيه. بصوا الحاجات ايه وصلت لي اصلا في الوقت اللي انا متعوده عليه. انا مش عارفه كله هنا موجود. يلا بينا نبدا باول حاجه خالص. عشان ايه؟ هو فيه صدمات صغنونه في الاوردر ده، بس خلونا نشوف. دي الشنطه، هي بتيجي في الداست باج كده. جبت الشنطه دي. بصوا، هي الجلد بتاعها طري قوي. بصوا عامل كده، الجلد طري جدا. الحزام بتاعها ده، الحاجات بتاعته دي، التوكه دي حلوه قوي وشكلها حلو. والحزام نفسه مش اللي هو الرخيص الرفيع، لا، تخين كده. السوسته بتاعتها كده حلوه جميله قوي. السوسته نظيفه، وهي بتيجي من جوه. بصوا يعني ما فيهاش جيوب كتير. هي كده فيها جيب كده صغير، والناحيه دي بتبقى فيه سوسته صغيره كده. هي من جوه قماش، بتيجي سوسته صغيره بس واسعه. بصوا، بس هي باين انها نونه شويه، خفيفه كده. بس لما بتتملي لا، هي شكلها بيكون لطيف وحلوه، يعني لذيذه على سعرها بصراحه. متوقعتش الجلد انه هيبقى نظيف كده والتقفيل هيبقى نظيف، بالرغم ان هي كان سعرها مش غالي خالص يعني. ف يعني على سعرها حلو قوي. تاني حاجه معانا، جبت الطرحه دي. اول مره اشتري طرح من شي ان. بصوا، هوريها لكم بقى عليا، بس لما ايه البسها مع السوت الجديده هبقى اوريكم الطقم على بعضه. هي الطرحه اللي هي تقريبا طالعين موضه. بصوا هي شكلها كده. انا صدمتي فيها الوحيده ان انا كنت جايباها على انها بني، اللي هو المحمر ده. مركزتش قوي ان هي المفروض ان هي كافيه براون، فطلعت اللي هي اللون الفاتح شويه ده. مش ده الدرجه اللي انا كنت عايزاها. بس هي كطرحه لا، هي لذيذه. عرضها كويس وطولها حلو قوي. جميله جدا وخفيفه كده للصيف، تحفه. بس طبعا ما تنسوش البندانه تكون تمام، علشان هي بتبقى شفافه سنه. طرح تاني معانا بس مش بتاعتي، جايباها لماما. بصوا، اللي هي الطرح اللي بتكون كده قطن كده برضو، اللي هي بتبقى خفيفة كده، ومشيتها حلوة قوي برضو وناعمة كده. بصوا عاملة كده، بجد ايه حلوة قوي. هي ما عجبتش ماما قوي، لان ماما بتحب الحاجات تكون ناشفة شوية والطرحة ناعمة قوي، فهي ما عجبتهاش قوي ان هي ناعمة كده. جبت منها اللون اللي هو ده، واللون الاوف وايت اللي هو ده، الدرجة دي. مش لازم افتحها قوي، هي كده كده باينة اهي، باينة الدرجة. ممكن في الكاميرا الالوان بتختلف برضو عن الحقيقة شوية، والايه والسودا، عشان تحب الطرح السودا. بس دي الطرح اللي انا جبتها في الاوردر ده. جبت بقى هي فين والله كانت هنا. لقيتها. اللي هي اللاش كيرلر، اللي هي الهيتنج لاش كيرلر دي، الكتريك دي اللي هي بتشتغل من هنا كده، بتتشحن فيها مكان للشحن من هنا. بتتشحن، بيجي معاها الشحن بتاعها، وبتعمل زي حرارة بسيطة كده، بتعمل كيرلر للرموش. انا اهي جربها معاكم في ريل لوحدها ونشوف ايه الدنيا. بعد كده جبت نضاره، جبت شامبر يعني، عشان خلاص بقى انا عايزه اغير النضاره بتاعتي. فالشنابر هنا غاليه قوي، وقلت اجيب واحده من شي ان. جت كده بجد. انا متوقعتش ان الكواليتي هتكون حلوه. والله ما توقعت انها تكون. بصوا ده تقيل كده وتخين، ودي مش يعني، بصوا مش بتقفل بصعوبه. بصوا شكلها. انا مش عارفه هي حلوه عليا ولا لا. قولوا لي رايكم، حلوه عليا ولا لا. انا حسيت ان انا احمد حلمي في بلبل. مش عارفه ليه، حسيت ان انا شكلي كده قوي. بس ماما قالت لي انها شكلها حلو، مش عارفه. بس هي نفس الشكل بالظبط اللي على السايد. هي بتيجي لونين في بعض كده، وشفافه شويه. لسه طبعا ما عملتهاش. بصوا عشان انا ايه ده، الوشم بتاعي راح فين؟ انا عايزه اوريكم. ايوه. بصوا بقى صدمتي في الاوردر كله. متضحكوش عليا بس.
بصوا انا بصور فيديوهات اللي هي قضايا بقى وجرايم ورعب وحاجات كده، فانا بعمل ديكور دلوقتي، لسه بظبط المكان علشان اصور فيه. فكنت عايزه اشتري ايه حاجات كده اعملها. فانا على شي ان لقيت ايه، بصوا قبل ما اوريها لكم معلش، لقيت اللي هو الويجا بورد. انا عارفه ان هو صغير، يعني انا هو مكتوب ان هي صغيره، بس المنظر صدمني، يعني ما تخيلتش انها صغيره كده. بصوا ايه ده بقى، طب والله العظيم ايه ده، بصوا قد ايه شكلها حلو جدا. فيها درج كده بيبقى فيه اللي هو القشاط بتاعها، اللي هو ده الصغنون، قد صغيره قوي، اللي هو المفروض اللي بيتلعب بيه كده يعني. فطبعا انا مش فاهمه دي المفروض اعمل بيها ايه بعد ما جيت بالحجم ده، قولوا لي اقترحوا. معلش السويت بره وبهدله، اسفه جدا. انا والله اقترحت ان هي لايقه مع الشنطه. بصوا حسيتها لايقه مع الشنطه، فخلاص احطها في الشنطه، يعني هعتبرها انها ديكور للشنطه من جوه، ما عنديش حل تاني. شفتها على تيمو بقى، اللي هي البورد الكبيره بقى، فاشتريها بعدين. جبت بقى ايه، يعني حاجات صغنونه كده ميك اب. جبت الكونسيلر الجديد، كنت عارفه انه حلو، مش عايزه اوريكم ولا اقول لكم صدمتي. بصوا الباكجينج قمر، والله العظيم الباكجينج تحفه، تقيل كده وخطير وشي جلام دي جايه اللي هي بارزه كده. بصوا الابليكيتر اصلا عامله ازاي، شكله شايفين قمر. شايفين بقى الدرجه جت فاتحه او مبيضه، هي مش فاتحه عليا بس لونها ابيض. الكونسيلر كريمي مش تقيل وفول كفرج، بس طبعا الدرجه الفاتحه دي بتقلب الهالات رمادي. يعني بصوا هي مش فاتحه عليا، هي بيج كده شويه بس تحسها مبيضه، فانا عايزه حاجه غامقه شويه تكنسل الهالات. يعني انا لو هحط ده ما ينفعش يتحط على هالات على طول، هيبقى صعب قوي. بس بصوا هو بيندمج بسهوله كده وجميل وكريمي وعلى فكره هو المفروض ان هو فيه 1% نايسنوايد و1% كافيين تقريبا، فبجد تحفه. فانا زعلت، يعني انا زعلت قوي ان الدرجه ما جاتش مظبوطه. قولوا لي حل، هضطر اشتري درجه غامقه بقى واعملهم ببعض، مش عارفه اعمل ايه. جبت بقى الماسكارا بتاعت الحواجب دي، بصراحه انا جربتها عشان ما اكدبش عليكم، يعني هي طالعه حلوه قوي وبتثبت الحواجب جدا مكانها ما بتتحركش. انا طبعا مش شايفه حاجه، مش عارفه، مش عارفه باين ولا لا، انا بعمل ايه، بس هي والله بتثبت الحواجب تحفه، بتنشف كده بتخلي الحواجب في مكانها ما بتتحركش. فعجبتني قوي دي، بس فيها كحول على فكره، يعني ريحتها كحول، وانا لما قريت الانجريدينتس على العلبه هنا لقيت فيها كحول فعلا. بس انا ما جبتش حاجه تاني، لا بس دي كل الحاجات اللي انا جبتها من شي ان اخر حاجه. وهسيب لكم اللينك البنت اللي انا بجيب منها تحت في الديسكريبشن بوكس لو عايزينه. هي ما عندهاش جروب على الفيسبوك، عندها جروب على واتساب، فبس انا بتعامل معاها بقالي اكتر من سنه يعني، وبجد ما شاء الله يعني عليها. الاوردر بيوصل بسرعه جدا، يعني ما شاء الله. الاوردر ده جالي في 12 يوم بالمناسبه يعني، فطبعا ما فيش الكلام ده. فبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي، باي.